ليلة رمضانية جميلة، بدعوة نادي متطوع جدة في حفل إفطار الأطفال الأيتام في جمعية كهاتين في جدة. طبعا بعض اللقطات، هذا فرقة مغربية ما شاء الله، سيمفونيات جميلة يعزفونها، والفانوس حاضر معنا. من باب المسؤولية المجتمعية استضافوا نادي متطوعي جدة مع الأيتام، أيتام كهاتين، وهذا شيء جميل. وجمعية البر برضو، أيتام جمعية البر. ألف شكر لهم. اليوم احنا المفروض اللي نكرمكم، انتم اللي جلبتوا الاجر، والله يحييكم ويكون مكانكم، وهذا اقل شيء نسويه احنا في هذا البلد اللي تعودنا دائما فيه على العطاء وعلى اعمال الخير. نورتونا جميعا كل الاخوان القائمين على الجمعيات، واخونا الحبيب الاعلامي الرائع احمد العرفج، والاخ ابو فهد الله يجزاه الخير اللي كان السبب في معرفتنا فيكم جميعا. نورتونا جميعا الله يحييكم. الله يسعدكم. شكرا لابو خالد، شكرا للاستاذ خالد بدوي اللي هو مدرسه نتعلم منه. واليوم ايضا شرفونا الساده الكبار، جو حتى يعطوا لمستهم على المكان. الروائي الكبير الاستاذ عبد الخالق، نور يا استاذ عبده. والفنان الكبير حسن اسكندراني، ورجل الاعمال القدير بدر العباسي. شكرا لكم جميعا، وشكرا للاستاذ خالد ابو خالد وخالد. الله يديم الافراح والليل المناح. شكرا لكم. والختام